يا مساء الفل عليكم، ومساء الجمال، ومساء الحلاوة، ومساء كل حاجة حلوة، ومساء السرعة، ومساء المكرونة بشاميل. لو انت عايزة تعملي مكرونة بشاميل بقى والدنيا حر وفرهضة وهتقفي كتير وتوسخي مواعين كتير وحلة لسلق، لا، تعالي شوفي طريقة المكرونة الفظيعة دي. من غير سلق مكرونة ومن غير مواعين كتير ومن غير غلبة، وهي الطاسة واحدة وهنعمل فيها المكرونة، وهتكون زي العسل زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله، لذيذة جدا وطرية. وال اسمه ايه، البشاميل او الصوص داخل كده بين وحدات المكرونة، لذيذة جدا. كل اللي انت هتعمليه يا ست الكل، هتعصجي اللحمة بتاعتك في الطاسة كده، او طاسة بتدخل الفرن، او الطاسة اللي انت هتعملي فيها المكرونة بشاميل، ومعلقة سمنة مع معلقة زيت، وتعصجي اللحمة بالشكل ده. بصلة مبشورة كبيرة أو مفرومة في الكبة، وتنزلي باللحمة بتاعتك وتعصجيها، وتحطي البهارات بتاعتك، ملح وفلفل، رشة بهارات، رشة قرفة، رشة جنزبيل، وكمان معلقة كده من الهريسة بتخليها لذيذة وطعمة وحلوة جدا. هتقلبي في اللحمة وتعصجيها لحد ما تنشف تماما، ما تخليش فيها أي سوائل. بعد ما تعصجي اللحمة، لو لقيتيها استوت، لو اللحمة بتاعتك صغيرة مسافة ما تعصجيها ولقيتيها استوت، فخلاص تمام على كده. هتكملي بقية الوصفة. لو لقيتيها لسه بتشد واللي عايزة سوا كمان، فانت تقدري تضيفي نص كوباية من المية، وتسيبيها تغلي كويس جدا لحد ما اللحمة تستوي والمية تتبخر. وهنكمل بقى الوصفة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. انا كده عصقت اللحمه، وفي نفس الوقت يا بنات حاطه لتر من اللبن بيغلي في الكزرولة كده. تحطي لتر من اللبن، ولازم يكون اللبن سخن وبيغلي معاكي. بعد ما عصقنا اللحمه يا بنات، هنروح ننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا، وفي نفس الوقت تكوني مولعه برضو ايه الفرن كده او الشوايه. بس الفرن ده احنا هنحتاجه في الاخر، فممكن لو ايه تولعيه في اخر مرحله. مش عارفه فين المكرونه. بعد ما تعصجي اللحم يا بنات، اديكي هتحطي المكرونه. المكرونه نيه يا بنات، مش مسلوقه، ما تخافيش وما تقلقيش من اي حاجه. هتحطي نص كيلو المكرونه بتاعك، واللبن بتاعك سخن، وهتحطي لتر من اللبن بالشكل ده، هيكون مغطي المكرونه. فانت لا، احنا عايزينها تكون طريه ومستويه في نفس الوقت، وفيها كده شويه من الصوص او جوسي كده. فما ينفعش تسيبي المكرونه بالشكل ده، تكون باينه. و يعني لا، لازم تزودي شويه كمان. لتر اللبن عادي خالص، انت حطيتي لتر اللبن كفايه جدا، فانت لو زودتي ميه مش مشكله، ومش هيأثر على الطعم ولا هيخفف اللبن ولا اي حاجه. هنزود في حدود كوبايه ونص ميه، او شوب كبير كده من الميه، لحد ما المهم السوائل تغطي المكرونه بالشكل اللي انت شايفاه ده. عشان كده لازم المكرونه احنا حاطينها نيه، فتلاقي كده مسافه تستوي، لان لو السوائل قليله فهتطلع معاكي مع يعني ايه، نيه ومفتفته كده من بعض، ولا فيها طعم بشاميل ولا فيها طعم صوص ولا اي حاجه. فالسوائل تغطي المكرونه بالشكل ده، وهنغطي الطاسه بتاعتنا بورق فويل، وتخلي النار بتاعتك هاديه. بعد ما تغلي كويس، تخلي النار بتاعتك هاديه وتغطيها بورق الفويل، ولمدة ربع ساعة بالظبط هتكون معاكي بالشكل ده. ده بعد ربع ساعة بالظبط يا بنات، المكرونة استوت تماما. وفيها كده، لو انت شايفة، انا بوريكي ان انت لما تحوشي كده شايفة لسه فيها صوص، فانت سيبيها على كده، لان لما هتهدى شوية الصوص ده هيتماسك كده مع المكرونة وهيختفي تماما اصلا، وهيكون زي العسل. تيجي بقى يا بنات بعد ما استوت، هتروحي بقى تحطي على الوش جبنة موتزاريلا، او اي جبنة عندك، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، ميكس شيدر، اي حاجة عندك على الوش تغرقيها كده بالشكل ده. وهتدخليها بقى تحت الشواية عشان تاخد لون. طب انتي ما عندكيش جبنة، تعملي ايه؟ ولا حاجة تضايقك ولا حاجة تعصبك، على رأي شومة. آه معلقة زبدة مع معلقة زبدة مع معلقة دقيق، وكوباية من اللبن أو كوباية وربع. المهم تعملي بشاميل كده سميك شوية، أو لا يعني لافف شوية، وتحطيه على الوش مع بضاية، وتدخليه تحطيه يعني على الوش وتدخليها تحت الشواية. أنا حطيت الجبنة ودخلتها تحت الشواية، وقلتلك لو مش معاكي جبنة تعملي ايه. بس بقى يا بنات هتتابعيها طبعا عشان ما تتحرقش منك،
تطلعيها بقى هتكون معاكي بالجمال والحلاوة ده. الصينية بسم الله ما شاء الله زي العسل، والمكرونة الخرطة بخرطتها كده، وفي نفس الوقت جوسي، وحبات المكرونة ما بينهم كده بشاميل، او لو حاطة جبنة كتير وتسيح بقى الجبنة بين حبات المكرونة. حاجة في منتهى الجمال واللذاذة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، طرية وحلوة جدا. ولا تقولي بشاميل مش عارفة ايه ولا كاني ولا ماني، الصراحة دي الطريقة الرسمية للصيف، تحفة جدا. وكل اللي وسختيه طاسة وكزرولة. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتك واكون قدرت افيدك، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.